السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. هتكلم على مباراة كبيرة جدا جدا في دوري الأبطال بين ريال مدريد وبنفيكا، مباراة العودة. بس قبل ما نبدأ الفيديو طبعا حبيت أقول لكم احنا إن شاء الله أول ما نوصل 10,000 مشترك هنعمل مسابقات وهنوزع جوائز على المتابعين. فلو مش متابعنا انزل اعمل اشتراك دلوقتي وفعل زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا دعمك بيفرق معانا، وطبعا احنا بنكبر بوجودكم. هتكلم على تشكيلة ريال مدريد وهي 4-1-3-2، او ممكن كمان يبدأ ب 4-3-1-2 لريال مدريد، ويكون موجود في الهجوم هيكون فينيسيوس وامبابي او ابراهيم دياز. اتوقع حد من الاثنين دول، ابراهيم دياز او امبابي، يبدأ بالمباراة. اتوقع طبعا المباراة هتكون قوية جدا، واتوقع الفوز لريال مدريد. تشكيله المتوقعه لبنفيكا وهي 4-2-3-1. اتوقع امبابي يسجل هدف في مباراه اليوم، واتوقع فينيسيوس كمان ممكن يصنع هدف ويسجل هدف. اتوقع المباراه دي تنتهي 2-0 لصالح ريال مدريد، وممكن تنتهي باكتر من كده كمان. انت كمان تقدر تكتب لي بتتوقع الفوز لريال مدريد ولا لصالح بنفيكا. طبعا في مباراة الذهاب انتهت 1-0 لصالح ريال مدريد. فالمباراة النهاردة كل النسبة رايحة بالفوز لصالح ريال مدريد، وزي ما قلت لكم اتوقع تنتهي 2-0 لريال مدريد. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتوقع الفوز لصالح ريال مدريد ولا لصالح بنفيكا، وصاحب التوقع صحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. طبعا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت يا احلى داعمين. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناه توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.